بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا. اليوم سنتكلم عن هذه الأصوات العالية لجماهير نادي الهلال، وهذا الغضب العارم الذي اجتاح جماهير نادي الهلال بعد الشعرة التي قصمت ظهر البعير، ألا وهي مباراة الاتحاد التي انتهت بالأربعة. فكلنا نعلم أن جماهير نادي الهلال منذ فترة وهي تطالب إدارة نادي الهلال بالجلوس مع جيسوس، بأن يسمعوا نداءهم، بأن يسمعوا أصواتهم، يستجيبوا لمطالباتهم، بأن يجلسوا مع جيسوس لكي يغير هذه القناعات ويغير طريقة اللعب التي أصبحت مكشوفة ومعروفة للجميع، والتي أضعفت الهلال حتى أصبح الهلال كل الفرق في ذيل الترتيب وفي متوسط ترتيب الدوري كلها تتجرع على الهلال، تسجل في مرمى الهلال. من الممكن أن تأخذ نقطة ومن الممكن أن تأخذ 3 نقاط، ابتداء من مباراة الخليج والخسارة، ثم تعادل مع ضمك وتعادل مع الرياض، وكلها كانت بطعم الخسارة. ثم كما قلت الشعرة التي قسمت ظهر البعير، ألا وهي مباراة الاتحاد والخسارة بالأربعة. كل ذلك جعل جمهور الهلال ينقسم، فمنهم من يقول بأن يطالب بأن يقاطعوا المدرج وعدم الحضور، ومنهم من يقول بأن كل ما يحصل من الممكن تداركه من قبل الإدارة إن جلست مع جيسوس، وقالت بأنه من الممكن أن يعطى جيسوس فرصة، ولكن ألا يستمر على هذا النهج وطريقة اللعب العقيمة التي جعلت الهلال يتدهور منذ فترة ونتائجه في نزول. وليس هذا الهلال الذي يخرج له الجمهور لتشجيعه والوقوف معه. عامة يجب أن تعي إدارة الهلال بأن الجمهور ليس مجموعة من المتفرجين الذين يذهبون إلى الملعب لكي يتفرجوا على كرة القدم فقط، بل أن الجماهير لديهم ارتباط وثيق مع النادي، وأنهم هم ملح اللعبة وهم أيضا هوية النادي. فيجب على الإدارة أن تستمع لهم، أن تحاول أن تجذبهم إلى الملعب، أن تستجيب إلى مطالباتهم، وأن تتعامل معهم بحذر. ولكن إدارة نادي الهلال للأسف ما رأيته أنها همشت هذا الجمهور ولم تعره أي انتباه، ولم تستجب لمطالبه، ولم تسمع منه، رغم أنهم يرون هذا التدهور، ورغم أنهم يرون بأن نداءات جمهور نادي الهلال حقيقية وصحيحة وواضحة. لأن الهلال الفترة الأخيرة ليس الهلال الذي يعرفوه الذي حقق 3 بطولات، وليس مستوى الهلال. والهلال دفاعه هش، أصبح يضرب من كل الفرق. لذلك كل ما حصل من صافرات استهجان وهتافات ضد بعض اللاعبين وضد بعض القناعات لجيسوس كانت ردة فعل، لأن إدارة الهلال همشتهم ولم تستمع لمطالبهم ولا لكلامهم، ولم تبذل جهدا حتى في محاولة أن تجذب هذا الجمهور وتحتضنه وبطريقة معينة، بأن تستجيب لمطالبه من خلال الجلوس مع جيسوس. لأن من مهام الإدارة، وهي التي جلبت المدرب، من مهامها أن تضع خطة للمدرب عن طموحاتها، آمالها، البطولات التي تريدها، وطريقة الوصول لهذه الأهداف من خلال هذا المدرب. وليس من المعقول أن تطرح الثقة في المدرب لكي يصرف ويحرف ويجعل الهلال بهذا الشكل الهزيل. وكل ما قلته هي كلمات
جمهور نادي الهلال. أعتقد بأن جمهور نادي الهلال والجمهور السعودي بشكل كامل أصبح مثقف ويفهم كرة. الكل يعي أن هذه الطريقة لا تناسب نادي الهلال، وأنها أصبحت مكشوفة وواضحة، إلا اثنان هم إدارة نادي الهلال وجيسوس. بصراحة إدارة نادي الهلال لم تتعامل مع جمهورها بشكل جيد، أو ولم تحتضن هذا الجمهور، فبالتالي اعتلت هذه الأصوات التي كلها غضب وغيرة على النادي وعلى نتائج النادي المتدهورة عامة. ألم تلاحظوا أن الحضور في جماهير نادي الهلال أو في المدرج الهلالي قل عما سبق بشكل كبير؟ الحضور قل، ويبدو أن إدارة نادي الهلال لا تتعامل وليست قريبة من جماهيرها بالشكل الكبير. إن خروج محمد عفيفي رئيس رابطة الهلال هو أكبر دليل على أن إدارة الهلال تتعامل ببرود كبير مع المدرج الهلالي. محمد عفيفي، أعتقد أن رئيس رابطة نادي الهلال السابق محمد عفيفي كان من أهم أسباب حضور وتوافد الجمهور إلى الملعب. كانت الجماهير تأتي إلى الملعب لتستمع لهذه الأهاجيز، لتستمع لهذا التنظيم الفريد، حتى أن الهلال أصبح له هوية معينة، أو مدرج الهلال أصبح له هوية معينة ومعروفة. بل أنه في فترة من الفترات، أعتقد من وجهة نظر، وأتمنى ألا يزعل مني جمهور الاتحاد والأهلي، في فترة من الفترات حين كان محمد عفيفي قائد للرابطة، بصراحة كان التفاعل بشكل كبير بين الجماهير واللاعبين بشكل رائع. أصبحت رابطة نادي الهلال هي الأميز في فترة محمد عفيفي، أصبحت رابطة نادي الهلال هي الأميز، وكان محمد عفيفي ورابطته من أهم الأسباب التي كانت تجعل جمهور الهلال يحضر بأرقام كبيرة إلى الملعب. حينما قدم محمد عفيفي اعتذاره لإدارة نادي الهلال، وهذا أكبر دليل على أن إدارة الهلال لم تتعامل بجدية ولم تقدر هذه الجماهير بالشكل الكبير. حينما قدم محمد عفيفي اعتذاره وارتباطه بنادي الهلال وعزى ذلك إلى ظروف شخصية، كان من الممكن لإدارة الهلال ألا تفرط بنجم مثل محمد عفيفي، وكان من الممكن طالما أنه قال ظروف شخصية كان من الممكن أن تجلس معه وتعرف هذه الظروف، تحاول أن تذللها، لأن محمد عفيفي كان نجم. أنا أعتبر محمد عفيفي كان نجم، كان من أهم أسباب حضور الجماهير للمدرج الهلالي لمساندة الهلال، حتى طعم الفوز وحتى أهازيج الهلال وانتصاراته كانت متميزة بوجود محمد عفيفي وأهازيجه الرائعة التي أصبحوا يرددونها في كل العالم العربي. فرطت بمحمد عفيفي إدارة الهلال بسهولة، وها هو مدرج الهلال. هل هذا هو مدرج الهلال من ناحية الحضور، من ناحية التفاعل، من ناحية الأهازيج؟ هل هذا هو مدرج الهلال أيام محمد عفيفي؟ بالطبع لا، بالطبع لا. لو كانت إدارة نادي الهلال تولي اهتماما للجماهير لتمسكت بمحمد عفيفي ولسمعت لجماهيرها وهي ترى هذا الفريق الذي أصبح في مستواه دروب واضح ونتائج متدهورة. كان من المفترض أن تستمع لجماهيرها وتحاول أن تجذبها للحضور، لكن إدارة الهلال لم تفعل ذلك كله. وأعتقد أني
قرأت تغريدة أو كلمة لسمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد حينما أعتقد أنه قال أنهم دفعوا ثمن عدم استجابتهم لمطالب جماهيرهم. الجمهور يفهم كورة، وكل استغرابي بصراحة أستغرب أن يكون في الجهاز محمد الشلهوب، فهد مفرج، سعود كريري، وناس لعبوا كرة. سعود كريري، محمد الشلهوب، فهد مفرج لعبوا كرة ووصلوا للمنتخب. أستغرب ألا يرون هذا التدهور، وألا يرون هذه الطريقة التي يلعب بها جيسوس، وهذا النهج الذي ينتهجه جيسوس في المباريات. ألا يوجد من يتكلم مع جيسوس بأن هذه الطريقة غير صحيحة، وأنها من خلالها أصبحت الفرق تتجرأ على الهلال بشكل كبير، وفرق المتوسط وفرق متوسط الجدول وفرق حتى متذيلة الترتيب كان من الممكن أن تأخذ نقطة و3 نقط من فريق الهلال. هل يعقل ألا يتكلموا مع جيسوس؟ هل يعقل ألا يستجيبوا لنداء كل هذه الجماهير التي تحضر؟ أنا أعذر جماهير الهلال طالما الوضع بهذا الشكل حينما تطالب بعدم الحضور للمدرج. عامة أتمنى من إدارة نادي الهلال أن تستجيب لمطالب جماهيرها، لأن هذا هو الصحيح. ما يحصل من طريقة لعب ومن تدهور في مستوى الهلال لا يليق بتاريخ الهلال، ولا يليق بفريق كبير مثل الهلال. أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليأتيكم كل جديد. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.